السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ النهارده الفراخ بتاعتنا عمرها 13 يوم، وسبحان الله رغم ان التوقيت ده بيبتدي بقى الفرخ بتاعك يترسم يبان عليه، يعني الصدر بيبان، الورك بيبان، الكلام ده كله. لكن الناس ما بتهتمش بالفراخ في التوقيت ده، مع ان احنا لسه خارجين من اول 10 ايام اللي هو كان فيهم اهتمام جامد، اللي قلنا عليهم ان دول اهم فترة في عمر الدورة كلها. عاوزكم بقى تركزوا معايا في الكلمتين اللي هنقولهم في الفيديو ده. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن العلاجات اللازمة في الفترة من عمر 10 ايام ل 15 يوم، ونظام التربية، كل حاجة مشينا عليها هتعرفوها في الفيديو ده بإذن الله. اول حاجه يا جماعه، أنا لسه داخل على الفراخ بتاعتي اهي. قبل بقى ما نقول اي حاجه لازم نعرف ان احنا اول حاجه عملناها ان احنا وسعنا المكان. من بعد عمر 10 ايام ببتدي ان انا اوسع المكان بتاعي. احنا قلنا اول اسبوع، اول 10 ايام بنبقى واخدين ربع المساحه الكليه، تمام كده. طب الفراخ بتاعتي ما شاء الله بدا يبان عليها زادت، وانا عاوزها تزيد اكتر، فانا وسعت المكان زي ما انتم شايفين. اخدت تلت المساحه الكليه بتاعتي. يبقى اول حاجه وسعنا المكان. الحاجة التانية كمان يا جماعة، إن إحنا قلنا إن الأسبوع الأولاني أنا مش محتاج إن أنا أهوي على الفراخ طول ما إن مفيش نفس في الغرفة أو في العنبر اللي أنت بتربي فيه. طول ما مفيش نفس مش هنهوي، تمام. لكن النهارده ما شاء الله الفراخ عدت ال10 أيام، فأنا بدأت إن أنا أهوي، بس إيه بقى؟ تهوية هادية معقولة مش مباشرة. يعني بص، ده الشباك اللي فوق الفراخ على طول، الشباك مقفول، تمام. تعالى بقى بص على الشباك التاني. الشباك اللي بعيد عن الفراخ فاتح منه بس الضلفه اللي فوق، تغيير نفس للمكان، تمام. يعني انا مش محتاج ان انا اهوي تهويه شديده، ده انا بهوي الشباك البعيد وتهويه بسيطه، تغيير نفس بس. عشان الناس اللي بتيجي تهوي مره واحده، التهويه المباشره هي اللي بتتعب الفراخ، وهي اللي بتخلي الفراخ يجي لها برد بدري، تمام. ناخد بالنا من الحته دي. اول ما بتدخل على فراخك لسه داخل خلاص، اول حاجه تعملها تقلب الفرش. زي ما اتفقنا، تقليب الفرش حاجه بنعملها وقايه للامراض اللي بتيجي للفراخ، سواء كانت امراض معويه او امراض تنفسيه. يعني الاسهالات اللي بنشوفها عند الفراخ بسبب ان الفرشه تحتهم بترطب او بتعرق، او ان الفراخ بيجي لها برد بدري، ده بسبب ان الفرشه عند الفراخ عرقت، ترطبت، باظت. فلا، احنا عشان نبعد عن المشاكل دي كلها لازم نقلب الفرش. يبقى اول ما بندخل، انا لسه داخل على الفراخ زي ما انتم شفتوا كده، وريكم الحضانه، وريكم الجو والتهويات والكلام ده، وادخل او مقلب الفرشه بتاعتي زي ما انتم شايفين باي حاجه كده على الواقف، تمام. بنقلب الفرشه تقليب كويس جدا عشان تفضل. بص ما شاء الله الفرشه دي مفروشه من اول يوم، النهارده 13 يوم زي ما هي اهي. اللي مخلي الفرشه زي ما هي كده ناشفه ومفيش فيها وسخ، مفيش فيها عرق، مفيش رطوبه، ان احنا بنقلب الفرشه كل يوم حتى قبل ما كنا نهوي. لا، دلوقتي كمان مع التهويات هتلاقي ان الفرشه افضل وافضل كمان، مع التهويه البسيطه اللي احنا فاتحينها دي. الفراخ يا جماعه كانت متعوده ان هي تاكل من تحت رجليها، يعني كانت بتاكل في طبق التحضير اللي موجود طول فتره التحضير، تمام كده. طيب انا الوقت خلاص هرفعه وهنزل مكانه العلافات اللي هي الصاج اللي قدامكم دي. فقبل ما برفع طبق التحضير بيومين ثلاثه بنزل معاه العلافات الصاج في المكان عشان الفراخ تتعود عليها، عشان الفراخ ما تبعدش عنها اول ما تنزل لوحدها. خدوا بالكم، انا هسيب العلافات البلاستيك مع العلافات الصاج يومين ثلاثه بس، وبعد كده بتتشال البلاستيك دي خالص، خلاص اللي هي الاطباق التحضير ده هتتشال، وهنعتمد على العلافات الصاج بعد كده باذن الله. اخر حاجه بقى يا جماعه، وده حاجه مهمه جدا وناس كتير بتكسل فيها، اللي هي علاج الكوكسيديا اللي بنحطه على عمر 10 ايام. اول ما الفراخ بتاعتنا بتوصل عمر 10 ايام لازم نجيب جرعه للكوكسيديا، جرعه مضاده للكوكسيديا. والكوكسيديا دي طفيل او بكتيريا كده كده بتيجي للفراخ، بتاثر معانا على وزن الفراخ بشكل كبير. يعني تلاقي الفراخ بتاعتك ممكن تخس، تكش، تنشف، في اخراجات، في اسهالات، اخراجات ملونه طبعا، بني او حمراء او صفراء او بيضه. يعني في ناس كتير عندها اعتقاد ان الكوكسيديا هي اللون البني بس او الاحمر بس. لا، الكوكسيديا 6 انواع، كل نوع بيجي في حته معينه من المصران. فكل اشكال الاخراجات بتاعه الفراخ اللي هي غير لون العلف لازم تكون ماسكه مكوزه ولون العلف. كل الاشكال بقى اللي هي عكس كده او خلاف كده دي بتبقى كوكسيديا. فلازم ان انا احط علاج الكوكسيديا من عمر 10 ايام ولحد عمر 14 يوم، يعني 4 ايام بس طول النهار باذن الله. فاحنا هنجيب علاج الكوكسيديا بتاعنا الوقت ونحطه. ده علاج الكوكسيديا بتاعنا اهو يا جماعه. انا عامل تركيبه بشتغل انا بيها، هحط 3 معالق منها على السقايه اللي هي ال4 لتر. طيب، هل علاج الكوكسيديا واحد؟ لا، الانواع كتير جدا والشركات كتيره جدا. طب انت هتروح للبيطري هتقول له بس انا عندي كميه قد كده، هات لي لها علاج للكوكسيديا، هيدي لك على قد الكميه اللي موجوده عندك، وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك تمام باذن الله. هقلب بقى العلاج بتاعي كويس وانزله قدام الفراخ. خلاص كده يا جماعه نزلنا العلاج بتاعنا اهو.
وطبعا انتوا عارفين ان انا ما بنزلش العلاج قدام الفراخ الا لما اكون معطش شويه، يعني على الاقل ساعتين قبل ما انزل اي جرعه دواء، على الاقل اكون معطش الفراخ بتاعتي ساعتين، على اساس لما العلاج ينزل، لما الميه تنزل، كل الفراخ عندي تشرب وتستفاد من الدواء. تمام كده. تعالوا كده بقى اما اجيب فرخ من الفراخ بتاعتنا دي تشوفوها. شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله، ده فرخ النهارده عمره 13 يوم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، حاجه ممتازه. اه، شكل الفرخ، بطن الفرخ اهي. شايفين جسم الفرخ، رجليه تخينه، صدر الفرخ كويس، الحصله ملانه اول ما بينزل ياكل. ده منظر الفرخ بتاعنا النهارده 13 يوم. طبعا انا هوزن لكم الفراخ دلوقتي عشان نشوف كمان الموازين بتاعتنا عامله ايه. فالفراخ ما شاء الله ربنا يبارك فيها ممتازه، الاوزان كويسه جدا، شكل الفرخ حلو، والحيويه، انتشار الفراخ، الكلام ده كله بناء على الانظمه اللي احنا بنمشي عليها. ده يا جماعه كل وقت له نظام معين هنمشي عليه، علاجات معينه هنحطها، ومش كتير، حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين، هي بتظبط معانا الفراخ. تعالوا بقى يا جماعه كده نشوف موازين الفراخ اللي عندنا. نجيب اي فرخ، ادي فرخ اهو، نحطه على الميزان. بسم الله، بسم الله ما شاء الله، 480 جرام. خدوا بالكم النهارده 13 يوم، ربنا يبارك، نص كيلو الفرخ اهو. نجيب واحد تاني كمان. وادي فرخ تاني عامل 540 جرام. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، حاجه زي الفل. النهارده 13 يعني، الفراخ بسم الله ما شاء الله ماشيه معانا تمام. لنتيجه النظام اللي احنا ماشيين عليه، النظام اللي احنا بنمشي عليه خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. استقبال تمام اول اسبوع، بعد كده جرعه الكوكسيده بتاعت ال 10 ايام اللي احنا شغالين فيها الفتره اللي احنا فيها ديت. النظام بتاعنا تمام، الدنيا تمام، فلازم يطلع معانا اوزان كويسه ما شاء الله. ده غير زي ما انتم شايفين الحيويه حلوه والصحه حلوه. تعالوا نجيب اي فرخ تاني. واحد تاني اهو يا جماعه، ده 520 جرام. اشيل ده نجيب غيره. وده 550 جرام. ما شاء الله ربنا يبارك. ده كده عشان تعرفوا متوسط الاوزان ماشي عندنا عامل ازاي، يعني متوسط عندنا دلوقتي نص كيلو. فرخ تاني اهو، 420 جرام. تمام، ده من الفراخ الصغيره 420 جرام. متوسط اوزان الفراخ عندنا النهارده 13 يوم عامل نص كيلو. كده احنا يا جماعه خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.